صباح الخير حبايبي. النهارده هعمل لكم فراخ بانيه. اللي مش التقليديه اللي احنا بنعملها على طول. ديت عشان كمان بناتنا الصغيرين اللي هم مبتدئين لازم يخشوا المطبخ ويعرفوا ايه اساسيات المطبخ ونعمل ايه. معانا دي الفراخ البانيه اهي. معانا معلقه توم باودر، بصل باودر، بابريكا، بتاع ده كاري، توابل فراخ، عفوا، فلفل اسود، كمون. بس هنحط ايه تحب كده، ادي اهي توم باودر، بصل باودر بقى. التوابل بقى الباقيه ديت بقى يعني نقلبها على بعض. انا غاسله طبعا الفراخ بالليمون والملح، عاملاها بالمحلول على اساس ايه الزفاره. اغسلها مره واتنين وتلاته. بصوا اهو، دي هنسيبها في التتبيله على الاقل ساعه. ولادي بيحبوها سبايسي. مش هحط فيها بيض، دي مش هيتحط لها فيها بيض زي التقليديه اللي بتحط لها بيض وكده اهو، لا. اهو هنسيبها ايه تشرب من التتبيله بتاعتها على الاقل، دي تقعد ساعه او نص ساعه. تعالوا هنا بقى ايه اللي نص هنا حاطه كوبايه دقيق، وهنا كوبايه دقيق. هنحط هنا اهوت، بصوا هنا المقادير ما كفتش، هنحط ايه نص الكميه اللي احنا خدناها من هنا هنحطها هنا اهوت. وهنا برضو اهي نص معلقه كمون، نص معلقه توم باودر، نص معلقه نص معلقه بصل باودر، نص معلقه فلفل اسود. ده عشان ايه التتبيله اهو. خلاص كده. والكاري في الاساسي للفراخ الكاري. ما تنسوش ان احنا حطينا ايه ملح على الفراخ البانيه. ها هنا هنحط، ما نكتريش في الملح لان الفراخ لما بتشرب بتتبيلتها وكده اهو حتى ملح بتملح معانا. هنحط هنا نص معلقه، وهنا ادي النص التاني اهو. خلاص اهو هنقلب دي كويس. دي اللي فيها ايه البابريكا، دي ما حطيناش فيها البابريكا. هنجيب بقى ايه كوبايه ميه على ديت لغايه ما تبقى ايه عجينه اللي هي فيها ايه البابريكا اهي. بصوا اهي لغايه ما تبقى ايه في ايدينا ايه، مش عجينه اللي احنا العجين اللي احنا بنعجنه. شفتوا عجينه القرنبيط، القرنبيط، ها تبقى زيها اهي. لسه بصوا اهو لسه. ده زي الاستريبس بس دوت مش صوابع. كده اهو تكون بس اتبلت وارجع لكم تاني. كده ايه بعد ما ايه الفراخ ما اتبلت، بصوا احنا بنحطها ايه هنا اهو. شايفين كده اهو، كده اهو نحطها هنا اهو على الدقيق. ولازم نحطها في التلاجة عشان ايه تشمع.
اهي بصوا اهو كده اهو، بصوا اهي. يمكن دكتور ايمن خليته بعتولي من عنده. وكده بعد ما خلينا اتشمعت الفراخ اهي، بصوا اهي، ونحطها ايه، بصوا اهي اهي اهي. ما بتشيلهاش على طول عشان الكفر ما يتشالش منها. اللايك والاشتراك ودعموني، القناة مش هتكبر الا غير بحضراتكم. اعملوا الطريقة دي صدقوني مش هتندموا. ادعموها يا ادعموها يا جدعان، يلا. وما تنسوش اللايك اللايك والشير والاشتراك. والاشتراك. دولت بولادي الاتنين شرور شروق دايما. ورودي. الطريقة دي البنانيت الصغننين اللي هم لسه بادئين يعني داخلين يعني على حياة جديدة يجربوها يعملوها، اللي هم ما وقفوش يعني في مطابخ قبل كده. هيدوقوها مش هيسلوها خالص. لازم تشمع في التلاجة، لازم. دي اللي زي بتاعت المحلات بالظبط. واكتبوا لي بتعليقاتكم ان ايه رأيكم في الطريقة دي غير طريقة الفيجيتار ودوت يعني. دي طريقة جديدة عملتها للولاد قبل كده، عجبتهم فطلبوها. متقلبهاش على طول عشان الكفر بتاعها ما يتشالش، عشان لو قلبتيها على طول الكفر بتاع الفراخ هيقع منكم. ده غدانا النهارده مكرونه فراخ بانيه زي طريقه المحلات بالظبط.
النهارده ده غدانا النهارده مكرونه وبانيه زي طريقه المحلات بالظبط. ما تستعجلوش عليها عشان تبقى مستويه. انا مخليها محمله الفراخ عشان تبقى ايه، يبقى فيها لحم. اما انت بتقطعيها رفيعه ما بيبقاش فيها لحم فبتنشف معاكم. دي الأكلة المفضلة عند ولادي. بصوا بقى كده، شايفين؟ بصوا بصوا اهي، شايفة اللون الذهبي اهي كده، هو كده اللون الذهبي بتاعها. على فكرة مقرمشة وهوريكم برضو ايه اما اقطعها لكم. بصوا شايفين؟ شايفين كده ولسه ولسه كمان. ما غيرتش ايدك. ماشي. كده اهو، شايفين كده هو. بصوا اهي، بصوا مقرمشه ازاي، سخنه مقرمشه. شايفين ازاي؟ شايفين الجمال؟ بصوا شايفين الجمال، شايفين الجمال ازاي. قولي يا شوشو. طعمها احسن من بتاع المطاعم. انا معايا يا جدعان، عايزاكم بصوا. واكتبوا لنا رايكم في التعليقات. احنا اصلا بنشوف كل تعليقاتكم الحلوه وهنقرا تبعاتكم كلهم. شايفه انا حطيتها ازاي، حركتها ازاي، ليه؟ لان الزيت سخن. خد يا شوشو. ده فيهم كده اهوت بيدوقوها، لازم يقزقزوا هم قاعدين ولادي. خدي يا بنتي. طلعت جامده قوي، طعمها جميل قوي. انصحكم تجربوها. والله انصحوها لو عملتوها، ها والله مش هتندموا. المطبخ مرودي، يوميات مرودي. يبقى وانا بحط لهم بقى ايه، بحط لهم الغدا. بدو لاخواتنا في فلسطين
دول اخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم. شفتوا بقى انا بقلب ازاي؟ بقلبها بعد ما تكون اخدت اتشمعت من الزيت. كنت الاول اعملها لهم على الجريل شمال ويمين بس، ما بعملهاش بالطريقه دي. فجت كنا في قبل كده يعني كنا معزومين في مطعم وكده اهوت، فبنتي قالت لي يا ماما انا عايزه اكل الفراخ على الطريقه ديت، انت كمان تعملها لنا زي كاننا احنا العيانين، فعملتها لهم. شايفين اهي، بصوا اهي. لازم تدوسوا كده اهوت لان هي بتقبل فوق، لازم بصوا تدوسوا الدوسه دي. رودي وشروق قالوا لي ايه ما تقطعي الحته اتنين، قلت لهم لا هي كده ايه زي ما بنجيبها من عند الراجل، ها لازم احطها، ما اعرفش اقطعها كذا حته كده اهوت. شايفين ازاي؟ شايفين ازاي؟ بصوا بصوا ناشفه شايفين؟ ناشفه ناشفه، بصوا شايفه؟ وخلوا بناتكم تخش المطابخ على اساس برضو تعرف ايه، تتعلم. مش عيب الواحده تغلط مره واثنين وثلاثه، لما تغلط مره التانيه هتبقى كويس، التالته هتبقى احسن، الرابعه هتبقى احسن واحسن واحسن. بصوا ما شربتش زيت، شايفين الزيت؟ الزيت زي ما هو اهو. شايفين اهو، بصوا مش شاربه زيت خالص. يا رودي ده نتيجة ان احنا سيبناها ايه اتشمعت في الثلاجة. يا دقدق بصوا بقى ادي الجرنشة بتاعتها، العين بتاكل قبل البق يا جماعة والله. بصوا اهو، بصوا اهو، شايفين اهو ده الشكل بتاعها، شايفينها اهو. استني يا ربينا لسه اطلع الباقي. شايفين ما شربتش الزيت نهائي. اللايك بالاشتراك ودعموني يا جماعه.
اسمعوا القرقشة. هي لسه ما عملتش قرقشة بس. ده الشكل النهائي بتاعنا، ودعمونا باللايك والاشتراك. ونحب نشكركم أشكركم لدعمكم لدعمكم بينا، لينا. والقناة بتاعتنا تكبر بيكم. بيكم وقلبهم. ونشوفكم في فيديو تاني. باي. باي.